راؤول موجود، رونالدو موجود، زيدان موجود، وذو الحذاء الازرق موجود اللي هو يتصدر قائمه الهدافين. واليوم ربما يتمكن زيدان ويتمكن رونالدو أو يتمكن صامويل إيتو. حوار راح يكون كبير الحقيقة، لأن في مجموعة كبيرة من اللاعبين، هذا واحد منهم اللي هو راؤول. رونالدو موجود، زيدان موجود، فيجو موجود، إيفان هلغيرا موجود، بوريا موجود، وحكم المباراة بطبيعة الحال أيضا موجود هو السيد ميدينا كانتاليخو، عمره 39 سنة ويحكم الليغا من 6 سنوات. ونحن الآن مع بداية انطلاقة المباراة، وبالتالي صراع كبير راح يكون ما بين ريال مدريد ومايوركا في هذه المباراة. طبعا لدينا من جانب فريق مايوركا لدينا اللاعب اللي مسجل 8 أهداف صالح ريال مدريد، ميشيل سالغادو يتقدم كالعادة، وأمامه على طول فيجو، وفيجو يتخلص، وهجوم لصالح ريال، والكرة تلعب إلى زيدان. يا الله، زيدان مباشرة على الواقف، وهو واقف على طول يسدد الكرة بشماله، مرت من جنب القائم الأيسر. كرة أخرى أيضا خطيرة لريال. شوف ولاحظ مرة ثانية، تابع الكرة مرة ثانية، تسديدة زيدان وهو واقفا، وبالتالي الكرة إلى خارج أرض الملعب وينقلها إلى الأمام، توصل في الأخير إلى فيجو. يحاول يتخلص، يحاول يمر ويتقدم فيجو، يتخلص فيجو، يلعبها عالية، راؤول يحطها ولكن يصدها حارس المرمى. حلوة. ولاحظ مرة ثانية الكرة الرأسية اللي حولها على طول راؤول، ولكن صدها ليو فرانكو حارس مرمى فريق مايوركا. روبرتو كارلوس، وبالتالي مقطوعة، والمباراة تصل إلى 10 دقائق على الشوط الأول، وبدأ مايوركا يهاجم الآن، والكرة حلوة وجميلة منقولة لمايوركا، تحول إلى الأمام ولكن تصل إلى صامويل إيتو اللي حاول يتخلص من خط الحال. جول أول في المباراة. مايوركا يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 10. هفوات دفاعية وأخطاء دفاعية، وإيفان هلغيرا، وكما ذكرت قبل قليل صامويل إيتو لاعب ما يلاعب، لاعب على طول. هو روبرتو كارلوس اعطاه الكره الاولى ما استفاد منها بشكل كبير صامويل ايتو الان يستفيد من خطا. شوف ولاحظ مره ثانيه، لاحظ الكره السهله اللي مرت، ولكن لاحظ الكره اللي يتخلص صامويل ايتو، وبالتالي تصل الكره الى كوريا. شوف مره ثانيه، شوف الكره، يعني خطأين متتاليين من مدافعي من ميشيل سالغادو، ولاحظ مره ثانيه ايضا الخطأ الآخر من بابل، وبالتالي وصلت إلى صامويل إيتو، وفي الأخير إلى كوريا، وكوريا يحرز الهدف الأول لصالح مايوركا. الضربة الحرة المباشرة لصالح ريال مدريد لفرانكو في المرمى، ولكن زيدان هو اللي يلعب الكرة، ينقلها على طول ويبعدها حارس المرمى إلى ضربة ركنية. الجميع كان يتوقع روبرتو كارلوس، تقدم زيدان وحط الكرة، ولكن ينجح سالغادو في الجهة اليمنى. لاحظ معي هذا ميشيل سالغادو، وأمامه على طول فيجو، والكرة منقول الآن أيضا لصالح ريال، ومرور ناجح، وآخر أيضا ناجح، والتسديدة، ولكن ليو فرانكو ينجح للمرة الثالثة ويحول الكرة إلى ضربة ركنية. كانت كرة جميلة الحقيقة، ملعوبة، وصلت في الأخير إلى إيفان هلغيرا، وبالتالي ليو فرانكو كان لها بالمرصاد محاولات، كانت 3 محاولات، ولكن النجاح كان حليفا لليو فرانكو. وممكن الآن لويس فيجو يسدد، ولكنها مقطوعة توصل إلى رونالدو هي وتسديدة أخرى، وأيضا رأسية الحظ، ولكنها إلى خارج أرض الملعب. ضاعت على ريال مدريد فرصة كان ممكن، والنجاح أيضا يتواصل لليو فرانكو حارس مرمى مايوركا الأرجنتيني ليو فرانكو. لاحظ مرة ثانية، لاحظ الأولى وين راؤول حلوة التفكير جميل، والكرة في مكان جيد لصالح ميشيل سالغادو، وريال يبدأ هجوم، وتحول مرة ثانية إلى فيجو، وفيجو يلعبها إلى الأمام. جول
هدف التعادل على طول يأتي من راؤول، رأسية راؤول في الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع. يتمكن ريال مدريد من معادلة النتيجة، وبالتالي راؤول غونزاليز والله شوف ليو فرانكو اللي عمل كثيرا واللي قدم مستوى ولا أجمل، هو لا يسأل عن هذا الهدف على الإطلاق. كرة صاروخية ورأسية راؤول، وبالتالي يأتي هدف التعادل. لاحظ كرة لويس فيجو وقوية أيضا من راؤول، وبالتالي راؤول يحط الهدف الأول لصالح ريال مدريد، وهو الهدف الشخصي الثامن له في الدوري لغاية الآن. إذن في الدقيقة الأولى الوقت بدل الضائع يأتي هدف التعادل لصالح ريال مدريد، وبالتالي التفكير الآن في الشوط الثاني من المباراة، التفكير الآن ينصب لريال مدريد في الشوط الثاني، وكذلك لمايوركا. والعمل الكبير لا شك ان احنا راح نشوفه في الشوط الثاني من المباراة، على اساس ان المتعة والإثارة تستمر في الشوط الثاني، لان المباراة كما ذكرت يعني في غاية الأهمية، وبالذات اللي كان متصدر ريال مدريد، لأن الصدارة ذهبت إلى فالنسيا برصيد 37 نقطة. إذن بهذه النتيجة وبهدف كوريا أول لمايوركا، وبهدف اللاعب اللي يغادر أرض الملعب راؤول ثانيا اللي هو الهدف الأول، وهدف التعادل لصالح ريال مدريد، ينتهي هذا الشوط بالتعادل بهدف لهدف، لكي يمنحنا هذا الشوط وهذه النتيجة مشاهدة ربما لمستوى عالي أكثر في الشوط الثاني من هذا اللقاء. الكرة إلى زيدان مرة أخرى، لا توجد تغييرات في الفريقين، ومرور ناجح لصالح زيدان، ومرور آخر أيضا، وعلى طول يسدد راؤول، والكرة يبعدها ليو فرانكو إلى ضربة ركنية لصالح ريال مدريد. على طول مباشرة يسدد. لاحظ مرة ثانية الكرة اللي تسدد الهدف الأول. يأمل الآن أن فريقه يتمكن من تسجيل هدف آخر والفوز، والكرة خطيرة الآن وتلعب صامويل إيتو على طول. إيتو يا إيتو يلعبها ويسدد لك كرة قوية ما لا علاقة. كازياس على طول القائم الأيسر ينقذ مرمى ريال مدريد من الهدف الثاني. يا الأسمراني الكاميروني إيتو، ما الذي فعله ويفعله في ريال مدريد؟ وهذا رونالدو، ورونالدو جول ثاني لصالح ريال مدريد. أضاع الفرصة صامويل إيتو وما أضاعها رونالدو. ضاعت هناك وأتت هنا، وصامويل إيتو أضاع فرصة، والآن رونالدو يأتي بالفرصة ويأتي ويسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد. الهدف الثاني لصالح ريال مدريد من رونالدو. إذن شوف ولاحظ مرة ثانية التقدم والمرور والكرة اللي تلعب وتنحط على طول بشمال رونالدو، هكذا يفعل دائما. ولاحظ معي على طول رونالدو يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد. توصل مرة ثانية ريال مدريد. أعتقد أن ريال مدريد يحتاج إلى هدف ثالث. أعتقد أن ريال مدريد وممكن يأتي الثالث، يتقدم رونالدو يتقدم ويمر ويسقط على أرض الملعب، وحكم المباراة سقط رونالدو على أرض الملعب، وأتت ضربة الجزاء اللي يحتاجها ريال مدريد. وكنت أقول ريال يحتاج إلى هدف، كنت أقول أن ريال مدريد يحتاج إلى هدف. يأتي الآن رونالدو وتأتي ضربة الجزاء وتأتي فرصة تسجيل الهدف الثالث. يعني هو ما عمل شيء رونالدو اليوم، ما عمل شيء. لاحظ الشوط الأول فقط لعبة واحدة شاهدناها، الشوط الثاني سجل الهدف، والآن ضربة جزاء فيجو بيحطها. ممكن الثالث عند لويس فيجو، ولويس فيجو حطها فعلا ويسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد. أتى الهدف الثالث لصالح ريال
نادال يتابع العملاق الاسباني اللي هو نادال، يتابع الكرة، وبالتالي ياتي الهدف الثالث لفيجو شخصيا، والهدف الثالث لصالح ريال. الان الاوضاع شوف 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 شوف, شوف مرة ثانية، لاحظ مرة ثانية نادال. إذا المدافع الأسباني الكبير يرتكب الخطأ، وبالتالي تأتي ضربة الجزاء، ولويس فيجو يتقدم لريال مدريد بالهدف الثالث. نادال من يعني المدافع العملاق، واعتقد مع التسديدة تأتي صفارة حكم المباراة وتنهي اللقاء بفوز آخر لريال ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وبالتالي أهم ما في الموضوع الصدارة لريال، وريال مدريد يكون هو بطل الشتاء بابتسامة عريضة من السيد فلورنتو بيريز رئيس نادي ريال مدريد. والجميع الآن يذهب للراحة ويذهب للاحتفال برأس السنة، وقبل ذلك أعياد الميلاد، على أن يستأنف الدوري يوم 4 يناير إن شاء الله. كل عام والجميع بخير، وكل عام والزملاء في الاستوديو أيضا بألف خير. إذا رحلة ريال مدريد إلى جزيرة مايوركا عبر الجزيرة الرياضية تنتهي إلى فوز ريال مدريد والصدارة لريال مدريد. والحديث في الاستوديو عند زميلي أيمن جادة. شكرا لكم أيها الأعزاء، وإلى اللقاء.